كولر لازم يمشي. كولر لازم يمشي. اللعيبة دي لازم مش هقول تتفور لأن أنت معاك سكواد كويس جدا. بس اللعيبة دي عايزة مدير فني يجربجهم زي أيام فايلر كده لما جه كان عنده الفريق الأساسي والفريق البديل. وكان اللاعب اللي لعب الماتش ده بيقعد يلعب الماتش اللي بعديه لأنه مبقاش ضامن الدكة برغم إن هو كان متألق. فكان بيدي أحسن ما عنده عشان يعرف ينزل الماتش اللي بعديه. إنما إحنا دلوقتي اللعيبة عندنا موظفين. حرفيا اللعيبة عندنا موظفين. اللعيبة بتفرح بعد جون التعادل. لعيبة الأهلي لعيبة الأهلي النادي الأهلي اللي بقى حنفي بتفرح بعد ما بنتعادل. مم، أنا في كورة في الشوط الأولاني تقريبا دقيقة، مش فاكر كام بس يعني أول 30 دقيقة. في كورة اتعملت عرضية من الشمال، قلب مش بر القلب منطقة الجزاء في بيراميدز. إمام عاشور إمام عاشور لوحده، كورة جاية له لوحده، بيستلم جوه منطقة الجزاء وبياخد خطوة وبيمشي. طب انت الكورة جاية لك بالعرض ولوحدك، وانت داخل عليها ولوحدك، ومفيش في المربع بتاعك حد، ما تاخدها فيرست تايم وتشوت؟ لا، انا عايز اعمل جون شكله حلو، استلم واخد خطوة والم لجوه واشوط اي شوط هتبقى على الارض فتيجي في المدافع بتاع بيراميدز، تخبط وترد لمين؟ لحسين الشحات. حسين الشحات يعمل ايه؟ يشوط. يشوط فين؟ في السما. بس ده ملخص الماتش النهارده. ما عندناش مدير فني بيعمل اي جمل تكتيكية، ما عندناش لعيبة خايفة على الفريق وعلى الجماهير، ما عندناش حاجة. ما عندناش حاجة. ادي ماتش ده ماتش بقى النهاردة قدام فريق بيلعب كورة. فريق بيلعبك مطرود حوالي 30 دقيقة، من 25 ل 30 دقيقة. 30 دقيقة انت مش عارف تعمل فيهم حاجة، بل بالعكس هم جابوا جون التقدم وكان ممكن يجيبوا الجون التاني. يعني بعد الجون اللي هم جابوه جه انفراد، مش انفراد، جت كورة لناحية مصطفى. آه والله نسيت، مصطفى فتحي. شاطها الشناوي راح شايلها، هي ما كانتش شوطة جامدة يعني، جت في نص الجون والشناوي شالها. وحتى الجون اللي دخل في الشناوي على فكرة برضو يعني ده مسؤولية الشناوي. يعني الجون ده مسؤولية الشناوي. فأنا مش فاهم هو الأهلي رايح لفين يعني. مجلس إدارة الأهلي قاعد مستني إيه؟ كولر لازم يمشي. إحنا هنتفضح فضيحة ما اتفضحناهاش قدام صن داونز بتاع ماتش دوري الأبطال بالمستوى اللي إحنا شايفينه النهاردة. وهنتفضح فضيحة عالمية في كأس العالم للأندية لو كولر مكمل كده. وما تقوليش اصل في تدعيمات جايه وتريزيجيه جاي وزيزو جاي، انت هيجولك باليمين انت هتروح تلعب بالشمال، مفيش بلان مفيش خطه مفيش اي حاجه. فكل سنه وانت طيب. وحتى لو جم الراجل ده هيلعبهم على حساب مين وعلى فين يعني تريزيجيه المفروض هيبقى هو وبن شرقي في حته في جنب، وعندك الناحيه التانيه زيزو وحسين الشحات في جنب، وبقيه الفريق زي ما هو جلاريشار هيبقى وديل وسام انا قفشه واحد من الناس اللي انا مش عارف هو مات ولا ايه اللي حصل. قفشه ما بقاش ينزل اصلا ليه؟ قفشه مبقاش ينزل ليه؟ حد هيقول لي اصل هو مبقاش في مستوى. ما هو ما بيلعبش. عشان امام عاشور لو مستواه حلو ومستواه زفت ومستواه خرا ميت بيلعب. لازم امام عاشور يلعب. احنا شفنا الماتش اللي فات امام عاشور بيلعب وينج شمال على حساب بن شرقي اللي لعبه وينج يمين، وربنا سترها معانا. فانا مش فاهم. انا بصراحه انا مش فاهم. بعدين يحيى عطية الله كل شويه يتصاب ويطلع، راح نزل لي كريم الدبيس اتصاب يعني احنا عندنا اتنين لعبوا على الجنب بتاع الشيبي، والاتنين اتصابوا وخرجوا. فأنا عندي سؤال فني، هو علي معلول فين؟ المفروض إن هو رجع من الإصابة ولعبته ماتش قبل كده وبعد كده اختفى. هل هو مصاب؟ يعني علي معلول لو مصاب هقول لك ماشي ليه العذر، إنما علي معلول لو مش مصاب هو واحد من أولى الناس إن هو يلعب لك الماتشات دي. ابتدي يرجعه تاني. علي معلول وهو في سنه ده أحسن من أي حد موجود عندك في الجنب ده. إحنا ما عندناش حد بيرفع كورة. إحنا ما عندناش حد بيرفع كورة، محدش كده، لا الباك اليمين ولا الباك الشمال بيرفع كورة. ما عندناش حد بيرفع كورة. احنا في كوره جت ضربه ركنيه محمد هاني اللي بقى بيلعب باك شمال، محمد هاني اللي بقى يلعب باك شمال
عشان العند لو معلول مصاب، عشان العند بقى محمد هاني بيلعب باك شمال. مش عدلته، ده هو في اليمين مكسح، ما بالك بقى بيلعب في الشمال، هنعمل ايه؟ فمحمد هاني بيلعب فوق ضربة ركنية. محمد هاني اللي بيلعب ضربة ركنية، اللي هو ما بيعرفش يرفع. الضربة الركنية اللي بيرفعها كأنه بيلعبها الناحية التانية خالص. أنا لا تعليق، يعني ما فيش فنيات تتكلم عليها في ماتش، ومحدش يقول لي أصل الإحصائيات وإحنا عملنا هجوم. هات لي فرصة خطيرة للأهلي غير الكورة اللي أنا اتكلمت عليها دي. اللي أنا شفتها الكورة جاية بالعرض لإمام عاشور في قلب منطقة الجزاء، جاية له وبيستلمها وهو فاضي، يعني جاية له ومفيش حد حواليه خالص ضاغط عليه. فالطبيعي بتاع إمام عاشور إن هي الكرة نازلة له وهو بيلعب بيمين وشمال وياخدها فيرست تايم في القريبة، دخل الجون. إنما لأ، ده استلم وخد خطوة لقدام، لقى المدافع بقى دخل عليه خلاص، يعني بعد ما استلم وخد الخطوة المدافع دخل عليه. استلم وخد الخطوة راح المدافع دخل عليه. فكان عنده لقطتين هو قاعد لوحده. وما عندناش فريق، احنا على الله حكايتنا خالص. خالص على الله حكايتنا خالص. ماتش النهارده فضحنا، فضح الاهلي وفضح كولر وفضح اللعيبه وفضح مجلس الاداره اللي بقى حنفي رسمي. اديك لعبت ماتش بيراميدز، لعبنا ماتش بيراميدز يا محمود يا خطيب، اتلعب. ف هنعمل ايه في ماتش سان داونز؟ الدوري خلاص راح منك، يعني الدوري رسميا راح منك خلاص. ما قلتليش اصل الفرق باربعه بوينت ومش هتخسر مني بتاع نهايه السيزون. الزمالك هيرفع القضيه، وده رايي الشخصي، انا ما زلت شايفها. القضيه اللي الزمالك هيرفعها رسميا في الفيفا بالاثبات ان هو السنه اللي فاتت عمل نفس اللي اتعمل له واتخصم له 3 بوينت نهايه السيزون. لا هيكسبها، ولو ما كسبهاش هتكسب ايه دوري ايه يابا باللي انت شايفه ده؟ بيراميدز النهارده بيلعبك من غير كام لعيب رئيسي. في كام لعيب رئيسي في بيراميدز ما بيلعبش؟ انت بتلعب بيراميدز بقوتك الضربه، مفيش حد عندك مصاب، ومش عارف تجيب فيه جون وهو ناقص واحد. ف كولر لازم يمشي، ضحي بالدوري، بيراميدز خده كده كده، مبروك عليه. مش هتكلم بقى تحكيم مش تحكيم، انا مش دعوه ببيراميدز، انا مش قصتي بيراميدز، انا قصتي الاهلي. قصتي الاهلي، احنا على الله حكايتنا. ابو ام الدوري كولر يمشي النهارده، وابو ام دوري ابطال افريقيا. لو حتى خسرنا من سان داونز، لان سان داونز بكولر احنا هنخسر لا محاله. ولو عدينا من سان داونز وبيراميدز عدى الناحيه التانيه مش هنعدي من بيراميدز، انا بقولها لك واضحه وصريحه. فضحي بالاتنين بس عشان ما تتعرش ولا تتفضح في كاس العالم، لان فعلا فضحتنا هتبقى بجلاجل بقى. على الاقل انت بتضحي بالدوري، هات مدير فني من النهارده، ادي التاني مستحقاته، السلام عليكم ومشيه. وهات مدير فني، الحق هات مدير فني يمشي لك اليومين الجايين، هيبقى عنده كام ماتش بيجرب اللعيبه وبيعرف، عشان لما يروح كاس العالم للانديه تعرف تعمل حاجه. انما كده بس انا ما عنديش تعليق اكتر من كده على ماتش الاهلي بصراحه النهارده وبيراميدز، غير كولر لازم يمشي. مجلس اداره حنفي بقياده محمود الخطيب خلاص، يعني لو ما عملش كده وفضل مكمل بالوضع ده على امل ان الصفقات اللي هتيجي تعمل حاجه، والله ما هتعمل حاجه، لان ما عندكش مدير فني يستغل الناس دي. فايلر، ايام فايلر مش هننساها، فايلر كان عامل فريق اساسي وفريق احتياطي، فريق كان رمضان صبحي بيلعب الماتش ده بيبقى كويس جدا، الماتش اللي بعديه بيقعد دكه وينزل حد بديل. كان مكربج العيال، محدش بقى عارف مين اساسي مش اساسي، انما احنا العيال موظفين النهارده، موظفين محدش بيعمل حاجه. ف بس كده ده اللي اقدر اقوله عن ماتش الاهلي النهارده، وأما نشوف الأيام الجاية هتعمل إيه.